السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتي، قناة أمل زين. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وأنتم تشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بالمشتركين اللي معايا ومرحبا بالمشتركين الجدد واللي مازال ما راهيش مشتركة. نرحب بك أختي، اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس باش يوصلك الجديد. نعتذر منكم حبيبات قلبي لأنه عندي بزاف ما درتلكمش فيديوهات، وانتم على بالكم بلي راني مع الطلبيات وما نلهاش باش نصور. قلت اليوم نصور معكم هذا الفيديو للإفادة. كما راكم تشوفوا خبز الكوشة بالسميد والفرينة للإفادة. يعني خبز رمضان، هذا هو يعني رمضان برعاية هذا الخبز. شوفوا البنات، مقادير مضبوطة تعطيكم. أنا درت لكم مقدار تاع كيلو وانتم ضاعفوا الكمية. عندي هنا 500 مليلتر تاع ماء دافي، يعني درت الكمية يعني بخاسك الكمية كاملة. ودرت كاس تاع حليب تاع حليب، ملعقة تاع خميرة الخبز، وملعقة تاع سكر. نخلط المقادير كامل، راه الحليب راهو دافي يا البنات والماء راه دافي. نخلط المقادير كامل مع بعض ونخلي نغطيهم ونخلي الخليط تاعنا يختمر، يتضاعف الحجم. هنا كيما راكم تشوفوا عندي 500 غرام سميد رطب و500 غرام تاع فرينة. المهم هنا بعد ما اختمر الخليط جبت كاس غير ربع تاع الزيت. تحبوا ديروا زيت زيتون ديروا، ودرت التانوج. زيت زيتون يعني 5 ملاعق كبار، اللي تحب تكيّل بالملعقة تكيّل. أنا درت الخليط كامل تاع الفرينة والدقيق، درت كلش وبديت ندخّل الفرينة والدقيق في الماء هذاك. هاذيك الكمية تاع الماء راح تجيني سواسوة، أنا فقط نحيتها بجهة باش نشوف يعني اسكو يشربوا ولا ما يشربوش هذا الدقيق، لكن جاني سواسوة مع كمية الماء، يعني دالي 500 مليلتر. وزدت معاهم ملعقة تاع الملح اللي درتها يعني مؤخرا. المهم هنا عجنت الخليط تاعنا هذا الخبز تاعنا لمدة 20 دقيقة باليد. وإلا كان عندكم بيترا ديروا، أنا عندي بيترا ما حبيتش ندير لأنه معظمكم ما عندهمش. حبيت أن نوصل يعني الفكرة. إذا كان عندكم البيترا ديروا حتى 20 دقيقة. المهم عجنوا العجينة تاعكم حتى يولي العجين تاعكم يعني رطب من الفوق، ولا يعني ملمس تاعو رطب. خلوه يعني درته في البول وخليته يختمر لمدة بخاسك ساعة، يعني 45 دقيقة. غطيت عليه وخليته يختمر. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما اختمرنا الخليط نجبد العجين تاعنا، نقسمه الى يعني 7 خبزات باش كل خبزه ندير لكم بها شكل. يعني هنا تقدروا نتوما كل يوم لمده 7 ايام كل يوم ديروا لهم شكل، راح تبهروهم يعني في الطاوله تاعكم، وراح تزينوا لهم الطاوله يعني كل يوم يعني نوع ولا شكل جديد. المهم هنا درت خبزات وحربشتهم، وراح نبدأ معكم الشكل الأول اللي هو الضفيرة. راح نوريكم كيفاش راح نديرها. هنا كيما راكم تشوفوا جبت الخبزة، قسمت الحربوش إلى 3 خبزات صغار كيما راكم تشوفوا، وفتحتهم يعني كوم غودا كبير، ولا خبزات يعني باقيطات كبار، يكون الحجم تاعهم ماهوش خشين خشين وماهوش رقيق رقيق. المهم دوكا تشوفوا على حساب، شوفوا نتوما عينكم ميزانكم، انا درت عيني ميزاني باش ما يجيناش معجن بزاف. وراح نديرها على شكل ضفيرة كيما راكم تشوفوا هنايا. لميت الجهة الفوقانية مع بعض وحاولت اني نضفر، على بالي بلي كامل تعرفوا كيفاش ديروا الضفيرة. حتى كملت القودة تاعي ولا الخبزة تاعي هكذا، انا الباقيطة تاعي. ويعني حاولت اني هنا يعني في الاخر زيرت باش ما تفتحليش
الخبزة ونحيت لها هذوك الزيادات، وهذه هي الشكل الأول. الشكل الثاني كما راكم تشوفوا الشكل الثاني قسمت الخبزة الثانية على زوج ودرتهم يعني ثاني كيف درتهم ديكودا ولا باقيطات كبار، ودرت يعني لويتهم، جبت الجهة الفوقانية طميتها مع بعض ولويتهم هكا على بعض، وحاولت أني نعطيهم شكل وردة. كما راكم تشوفوا جبت الجهة الفوقانية، بديت شوفوا لويتهم كيما هاك وبديت نطمهم يعني ندورهم على بعض باش نعطي لهم شكل وردة. أما الجهة الأخيرة دخلتها تحت الخبز، يعني راه كل شيء راه واضح أمامكم. هذا هو الشكل الثاني. الشكل الثالث يعني جبت الخبزة تاعي فتحتها كامل، باقيطة رقيقة يعني ماشي رقيقة بزاف البنات، دوكا تشوفوا كيفاش الحجم تاعها، ودرتها كيما الشكل الأول يعني درتها دورتها على بعضياتها كيما راكم تشوفوا حلزوني، ودخلت الجهة الأخيرة من تحت. هذا هو الشكل رقم 3. يعني كل شيء راه واضح. الشكل الرابع على شكل وردة، جبت يعني الخبزة تاعنا كما راكم تشوفوا قسمتها على 7 خبزات صغار ودورتهم يعني حربشتهم على بعض ودرتهم على شكل زهراء يعني، وراه يعني ما نقدرش نشرح لكم، كل شيء راه موضح امامكم احسن من الشرح 1000 مرة. كما راكم تشوفوا سويتها، هذا هو الشكل تاعها. راح ندير الشكل الخامس اللي هو ثاني سهل ثاني وبسيط. كما راكم تشوفوا فتحت العجينة تاعنا على شكل يعني بيضاوي كما راكم تشوفوا هكذا، وجبت موس يعني درت يعني شلطته من الفوق، يعني شلاطي دوك تشوفوا يا البنات، ما قدرتش كيفاه نشرح لكم. شوفوا الشكل سهل وبسيط. إلا ما يعني ما فهمتوش عاودوا الفيديو وتفهموا، راح تفهموا يعني تطبقوها بسهولة. جبت موس ولا كوطون وحاولت أني نقسمه هكذا، يعني ما هكذا شلحته وطويت، بديت نطوي من الجهة الأخرى حتى يعني درتو كيما الخبزة ولا كيما الباغيت، ودرتو على شكل حلزوني، وهذا هو الشكل تاعو كيما راكم تشوفوا. الشكل السادس كما راكم تشوفوا درته على شكل خبزة كما راكم تشوفوا البنات، وحطيتها في سنيوة ودرت لها أشكال بواسطة الكوطو ولا بالموس ولا بأي حاجة ماضية. ديروه الشكل اللي تبغوه، أنا درته على شكل معينات وخليته كما راكم تشوفوا، يعني كل حاجة راهي موضحة أمامكم، يعني شرحا وتطبيقا كما راكم تشوفوا. نتمنى انه ديروا لنا الجميع البنات وتبارطاجيو الفيديو. ان شاء الله راح نبدا معكم يعني الوصفات تاع رمضان من تحلية حتى للسحور بإذن الله تعالى يوميا. شوفوا البنات الشكل الأخير السابع درته على شكل خبزة كما راكم تشوفوا، وخليتها حتى تخمر باش ندير لها الشكل، يعني الشكل تاعها راح نديرو كيما تاع الاتراك يعني حتى يعني تختمر. شوفوا البنات هنا بعد ما اختمرت شديت بواسطة الأصابع درت الدائرة، شوفوا البنات، ودرت مربعات ولا مستطيلات، المهم هذا هو الشكل اللي بغيت نديرو. هنا جبت يعني كان مقطع تحذف لي صفار تاع بيضة مع كمية تاع حليب، خلطتهم وباديجونيت بيهم سنيوة الأولى راني درتها طيب على يعني أعلى درجة، على 300 عفوا على 230 درجة من الأسفل. درت شعلته من الأسفل لمدة ربع ساعة، ومن بعد درت شعلت من الفوق لتحت. وهنا ثاني باديجونيت ودرت هذا
كما نقولوا الحبوب، تحبوا ديروه ببذور الشيا، ديروا سانوج، ديروا أي حاجة متوفرة عندكم. المهم هذا هي الوصفات تاعي، حبيت ندير لكم تشكيلة متنوعة من أنواع الخبز. إن شاء الله شهر رمضان برعاية هذا الخبز بزاف رائع وبنين يا البنات. نتمنى أنه يعجبكم ويعجبكم هذو الأشكال، يعني هذه القليل من الأشكال. المرات الجاية إن شاء الله نديكم أشكال مختلفة. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، ونتلاقاو فيديوهات واحدة أخرين. سلام حبيبات القلب.